أهلا بكم في بوابة العوالم الخفية. أنا روح وهقرأ لك قراءة خفيفة على القلب بس عميقة زي همس الليل. النهاردة مش هقرأ مشاعره، إحنا هنسمعها. الشخص اللي سابك وساكت، اللي ما تكلمش بس كل تصرف بيقول فيكي حاجة. لو أول مرة ليكي هنا، اشتركي في القناة وسيبيلي حرف من اسمه وبرجك، ممكن توصلك رسالة مخصوص ليكي انتي، وبعملها بجد. يعني ممكن تسيبيلي البرج والحرف، حرف اسمه هو وبرجك انتي، وهسيبلك رسالة. وعلى استحقاقكم قولولي أنا في المجموعة الأولى، أنا في المجموعة الثانية، أنا في المجموعة الثالثة، انطبقت عليك القراءة أو لأ. لو عجبتكم دوسوا لايك، يعني علوا استحقاقكم، لأنه بحس إنه الفيديو ما فيهوش تفاعل، فده بينزل من استحقاق الشخص. ما علينا، احنا هنختار بثلاث مجموعات. الحجر الأول الشفاف اللي هو الأبيض ده، اللي هو حجر الكلير كاردز، أو حجر تضخيم والوضوح، بيستخدم لتكبير طاقة الأحجار الأخرى وتنقية العقل والنية. ممكن تلاقي نفسك في اسم الحجر أو لا في بيستخدم لإيه. ده أبيض شفاف، ده أسود لامع اللي هو أوبسيدن أو لابلاك تورمالين. ده حجر الحماية، يستخدم لعزل الطاقة السلبية وتطهير الهالة. والحجر ده الأزرق المجموعة الثالثة، اللي هو حجر سوداليت، حجر العقل والوضوح، يساعد في التوازن العقلي وتعزيز البصيرة والحدس. اختاري واحد منهم، أو اختاري المجموعة الأولى، المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة. دوري على نفسك انتي حاسة بأي مجموعة فيهم واختاريها. أول حاجة خدي نفس عميق وافتحي ايديكي علشان تستقبلي الطاقة. حسي أي واحدة فيهم بتنادي عليكي، أي حجر فيهم بينادي عليك، أو أي مجموعة من المجموعة الثلاثة عايزاكي. هنبتدي أول مجموعة، هي الحجر الأبيض الشفاف. طاقتك فيها لهفة، حاسة ببراءة، بس تعبتي من الصبر، صح؟ اوكي. التسع سيوف دي بيقولوا انك بتسهري كتير قوي، في سهر، في دموع، في تفكير كتير، بس الكاهنة العليا بتقولك انت ساكتة، صح؟ ده انتي، هو دلوقتي. بيراقبك، هو البيج اوف سورتس، ولد السيوف. بيراقبك بس ما بيقولش. قلبه فيه 3 سيوف، مجروح، بس في ديفو هنا، الشيطان، ورقة الشيطان دي بتعني انه لسه بيتعلق بيكي. هل في نية للرجوع؟ نم ورقتي. هل في نية للرجوع؟
استقبلي حيرجع، بس محتاج وقت لانه ما بيحبش يبان انه ضعيف. استقبلي، اوراقك حلوة. في هنا رسالة ليكي منه بيقولك انا مشيت بس لسه عيني عليكي، انا ساكت بس جوايا دوشة اسمها انتي، عقله معاكي مش عارف ينساكي. لو عجبتك القراءة المجموعة الأولى حطيلي لايك واكتبي لي أول حرف من اسمه وبرجك، وليكي مني رسالة مخصوص. المجموعة التانية اللي اختاروا بالحجر ده أو بالمجموعة التانية رسالتكم طاقتك دلوقتي. طاقتك هادية بس حنونة، انت بتحاولي تعقلي مشاعرك بس قلبك سبقك، صح ولا لا؟ اما هو ناضج وساكت، مش بيفرط فيكي بس مش عارف يصرح، حاسس انه ما بيستاهلكيش. هل في نية رجوع؟ The world and a six of cup. هو لسه فاكر كل لحظة بس حاسس انك بعيدة قوي عنه. شايفك العالم بالنسبة له، بيتمنى اي لحظة حلوة معاكي من تاني. نشوف رسالتك. رسالة ليكي منه، كل مرة بفتكر ضحكتك بحس اني فقدت حاجة مش هلاقي زيها تاني. كان ناوي معاكي حاجات حلوة بس للأسف انه علاقة دي انتهت. بظن انت اللي بعدتي عنه، صح؟ عشان هو لسه بيفكر فيكي، لسه بيحبك. لو لقيتي رسالة ليكي هنا اكتبي لي انك من المجموعة التانية وهل انطبقت عليكي او لا. لو ما انطبقتش عليكي اسمعي طاقتك في القراءات التانية، الاولى والتانية التالتة. دلوقتي اللي اختاروا الحجر الازرق يا رب صوتي يكون مسموع.
طاقتك خفيفة بس مخنوقة، بتحاولي تتجاهليه، بس كل حاجة حواليكي بتفكرك فيه، وهو عارفين نفسه. الهرمت شايل هم كبير قوي. بصي شكله عامل ازاي. هو حاسس بيكي بس مش عارف يعبر عن اللي جواه، مش قادر يعبر. هل في نية رجوع؟ في بداية جديدة أصلا. عنده أمل يرجع بس خايف ما تكونيش لسه بتفكري فيه. شوف رسالته ليكي بتقول ايه من خلال الورق اللي شفناه كله. بعدين هفتح لك من 4 ل6 ورقات هشوف فيها ايه. لو في اي رسائل تانية زيادة. يس. بيقولك انا كنت طول الوقت شايفك بس كنت بتهرب من نفسي. دلوقتي مش شايف غيرك. استقبلي الطاقة. طاقتك حلوة يا بنت. طاقتك حلوة يا بنتي. كده وصلنا لآخر الفيديو. وعايزة اقول لكم حاجة، السكوت مش معناه نسيان، والمراقبة من بعيد مش معناها قلب لسه ما قفلش. لو القراءة دي لمستك سيبيلي تعليق بحرف اسمه وبرجه، واشتركي في القناة عشان توصلك الرسائل الجاية. وعلوا استحقاقكم بنات، وحسسوني بتواجدكم معايا، مش تشوفوا الفيديو وتبعدوا، عشان انا كمان طاقتي تبقى حلوة زيكم. دي كانت بوابة العوالم الخفية وانا روح، ودي كانت همسة من الورق اللي بيسمع بعينه. شكرا لكم واشوفكم في فيديو ورسائل تانية. باي.